بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشرح ازاي تعمل اوتوميشن لأذكار الصباح والمساء، بحيث ان الموبايل يبدأ ان هو يفكرك بيها في الوقت المظبوط بتاعها، بدون ما تكون مضطر ان كل شوية يعني تفكر نفسك او ان انت ممكن تنسى او تتشغل في اي حاجة. الفكرة بكل بساطة ان لما هيجي وقت معين وهو الوقت المظبوط لان هي اذكار الصباح او المساء تتقري، هنعمل زي حركة بسيطة ان الوول بيبر بتاعة الموبايل تتغير اوتوماتيك في الاوقات المناسبة لاذكار الصباح والمساء، وبالتالي انت كده كده مش هتنساها يعني. من ضمن النقط الغلط اللي انا اكتشفتها مؤخرا ان انا كنت فاكر ان الاذكار دي بتتقري لما انت تقوم من النوم او لما تيجي تنام، ولا طلع غلط. هي ليها مواعيد مظبوطة، ووقتها اذكار الصباح من بعد الفجر لحد الشروق، واذكار المساء من العصر تقريبا لحد المغرب. فاحنا هنظبط كده بما يتناسب مع الجهاز بتاعنا. هو طبعا الفيتشرز دي موجودة على الاي او اس وموجودة على الاندرويد. على الاندرويد موجودة بنظام اسمه مود اند روتينز تقريبا. هحاول لو لقيت ليها سكرين شوتس ان انا انزلها. وعلى الاي او اس موجود اللي هو الحوار بتاع الفوكس. طب هنوصل للفوكس ازاي؟ هننزل كنترول سنتر وهندخل على الفوكس وهنعمل نيو فوكس. برضو نفس الكلام موجود، ممكن توصل له من السيتنج بشكل مباشر يعني. فهو هنا بيسألك ان انت الفوكس بتاعك عايزه يكون على ايه، درايفنج ولا فيتنس. احنا هنعمل حاجة كاستم جديدة اساسا، وانا كنت عامل واحد مسبقا باسمه اذكار الصباح والمساء، فهنسمي ده الاذكار. تمام ماشي، ممكن نسميها الاذكار واحد لانه بيقول ان هو موجود يعني، ونختار اي ايموجي مثلا. تمام، فهعمل نيكست. هو هنا بيقول لك ان انت ممكن تعمل كاستمايزيشن للفوكس بتاعك. خلاص عادي يعني، احنا هنعمل كاستمايزيشن عادي. اول حاجه حوار النوتيفيكيشن ان هو يخليها لك سايلنت. طبعا ممكن انت اصلا من اشخاص معينه او من ابلكيشنز معينه تعمل سايلنت نوتيفيكيشن. انا بالنسبه لي الحوار ده مش مهم يعني. تاني حاجه، واللي بالنسبه لي هي اللي هتفكرني بشكل احسن، ان انا اعمل هوم سكرين ولوك سكرين تكون مختلفة عن الأساسية اللي أنا مثبتها، ويفضل لو فيها الأذكار، وأنا هوريكم الشكل بتاعها دلوقتي. عامة عشان ما ادخلش على الجاليري عندي، انت هتعمل تشوز وتظبط كل واحدة فيهم سواء اللوك أو الهوم، وتقدر كمان تظبط الويدجت بالشكل اللي تناسبك. زي بالظبط كأنك بتعمل اللوك والهوم سكرين العادية بتاعتك يعني. فأنا بحب إن أنا أحط الوول بيبر تبقى عبارة عن الأذكار نفسها، وبالتالي إن أنا أفتكر يعني كل ما الوول بيبر دي تظهر خلاص بكون عارف إن أنا المفروض دلوقتي أقرأ الأذكار يعني. الحاجة اللي طبعا انا مش هدخل عليها عشان الجاليري بالنسبة لي يعني، لكن انت طبعا خاص موبايلك وتصرف فيه زي ما انت عايز يعني. الحاجة المهمة اللي انا جاي اشرحها النهاردة هو حوار السمارت اكتيفيشن ده. احنا بنخش عليه نعمله اون ونرجع، بنضيف هنا سكيدول معين. فكرة السكيدول بكل بساطة ان دي عملية اوتوميشن، ان انت كل ما تعمل عمل او اكشن معين الاذكار هتظهر. طيب احنا عايزين نخليها ايه؟ نخليها عبارة عن حوار التايم، ان لما يجي وقت معين الوول بيبر بتاعت الجهاز تتغير بشكل اوتوماتيك بدون تدخل منك، وبالتالي انت بتكتشف ان انت المفروض دلوقتي تقرأ الاذكار. فاحنا هنخليها التايم. طبعا انا زي ما قلت ان اذكار الصباح المفروض بتتقري من وقت اذان الفجر لحد الشروق. طيب هو الفجر بيأذن تقريبا الساعة 5:02 بالظبط، نقول الساعة 5. تمام، انا مش هستنى لحد الشروق، غالبا هخليها لغاية 5:30 كفاية. تمام، ده بالنسبة لأذكار الصباح. نيجي للمساء، بتبدأ من وقت أذان العصر، فهتبقى الساعة 42 دقيقة. نقول الساعة 42 دقيقة ونسيبها نص ساعة، يعني نقول الساعة 3:10 بالظبط. تمام، فاللي هيحصل ان انا كل يوم، طبعا احنا مختارين افري داي، لما يجي وقت اللي هو الساعة 5 هتبدأ الوول بيبر تتغير للوول بيبر اللي انا اخترتها هنا، اللي انا كنت شرحتها لكم انت ازاي تختارها يعني. وبالتالي انت بتفتكر ان انت عليك اذكار الصباح والمساء. طيب انا هوريكم دلوقتي شكل بسيط كده انا كنت عامله مسبقا يعني، بحيث ان احنا منضطرش ندخل على الجاليري يعني عندي. فهجيب الكنترول سنتر. تمام، دي اللي انا مختارها في الشكل الاساسي عندي. زي ما انتم شايفين الوول بيبر اتغيرت عندي، انا طبعا مظبطها بالشكل اللي يناسبني. الاذكار بتظهر على طول، ومش حاطط اي ويدجت عشان ما تغطيش على الاذكار نفسها يعني. فبالتالي انا كل ما اوصل للفجر وباجي امسك موبايلي مثلا، او اوصل للعصر باجي امسك موبايلي بفتكر ان انا المفروض اقرا الاذكار، وبالتالي كده انا مبقتش انساهم بصراحه. فالموضوع ده سهل عليا، وحبيت ان انا اشاركه معاكم يعني. اتمنى ان هي تكون حاجه مفيده بالنسبه لكم وتساعدكم على ان انتوا تكونوا منتظمين على الاذكار بشكل افضل، وربنا يوفقكم في حياتكم. وبشكركم على حسن استماعكم. شكرا، السلام عليكم.